الرئيسية للمنتخبين الجزائري وزامبي. ستنطلق هذه المواجهة. الوطني مطالب بالفوز، خاصة وأن المنتخب المصري الشقيق كان قد فاز أمس خارج ميدانه والتحق بالخضر في المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط. لكن كريم زياني في محاولة المراوغة على الجهة اليمنى، سيسامي المراوغة، كرة جميلة جدا لكنها ثم تسديد قوية وجانبية. كريم زياني خطير جدا لما يكون في رجله الكرة في المحاولة مليحة من كريم زياني، انطلاقة سريعة من المنتخب الجزائري في هذه المحاولة. يوقف كوردو، ترجع ناحية المنتخب الوطني خطيرة بينما فيه خطأ. الحكم يقول أمر بمواصلة اللعب لصالح المنتخب الجزائري. يفتح ناحية من لاعب متحرر، يجد من يحاول انه يلعب الكرة الصغيرة ومنصوري مليحة من منصوري، ورفيق صيفي بيضيع برأسية ويطلب من الجمهور انه يقوم الجمهور وينهض من ربما السبات هذا اللي افقد نوعا ما حماس المنتخب. اذا كان فيه ان شاء الله هدف وصعود مجيد بكره والهدف الاول الحكم يقول فيه خطا، الحكم يرفض. شوف النقطة المعادة بما فيها احد اللاعبين، ونتوقع مثل هذه الصعوبات فقط نتمنى ان يتجاوز المنتخب الوطني هذه الصعوبات. كريم زياني امامه لاعبين اثنين، ينجح في المراوغه ويرتكب عليه الحكم. مطمور يغير ناحيه المشيه، ترجع دائما لمكني في محاوله، لكن محاولات كريم زياني اليمن. كريم زياني بهذه الكرة، تمريرة جيدة لكريم مطمور. كريم مطمور يوصل ولا ممنوع صافي جميل ورائع الهدف، هذا الهدف عمل من كريم زياني على الجهة اليمنى، وهدف لصالح المنتخب الجزائري. يلهب المدرجات ملعب شاكر تهتز كلها بالأعلام الوطنية. هذه هي الجزائر وهذا هو المنتخب الوطني الجزائري، هكذا يريده المنتخب الجزائري، يريده أنصاره. رفيق صيفي يسجل الهدف، رفيق صيفي يفتتح باب التسجيل لصالح المنتخب الجزائري. نتمنى انها ستكون البدايه في هذه المقابله. نشوف الاعاده ومطمور كيف تابع اللقاء والكره والهدف من صيفي. رفيق كان جميل جدا هذا الهدف. مطمور اللي حقيقه عمل الجبار على الجهه اليمنى وافتح ناحيه صيفي. حذاري من الكرات المرتده هذه والهجمات المعاكسه. إهداء خاص للمدرب الوطني لنذكر أنه قد ولدته الكلمة منذ أيام فقط، وبالتالي الإهداء خاص للمدرب الوطني ربيع سعدان ومن خلاله لمناصري المنتخب الوطني. قواوي كرة طويلة في وسط الميدان عن طريق مبولا، ثم لاعب المنتخب الجزائري، كرة خطيرة للمنتخب الجزائري. مكني ماذا يفعل بهذه الكرة؟ يوقف ويغطي مراوغة ممتاز. هنا لازم نشوف هذه اللقطة بالتصوير البطيء حتى نستمتع سويا بهذه الكرة. يعني مراوغة فنية والحصول على الكرة من خلال خطأ في موقع جيد. هذه كرة خشونة في نفس الوقت في هذه الكرة الثابتة، ويكتمل الأمر هذه الكرة إذا كانت كرة. يسعى مطمور على الجهة اليمنى، يحاول الدخول لا يمرر من كريم زياني. 1-2 بينه وبينك يضيع هدف ثاني رائع، يضيع فرصة للتهديف. يا سلام هذه الكرة والعارضة. شوف كيف كانت من مكني بمقصية، وكانت الأولى من غزال. شوف عبد القادر غزال كيف كان سدد بقوة كبيرة والعارضة ترد هذه الكرة. بعد التمرير على مطمور مليحة من مطمور يمرر هذه الكرة
يسجل نقاط. غيناس كمال يضيع، غيناس كمال يضيع فرصة عظيمة وكبيرة جدا وفرصة سانحة للتسجيل أمام دفاع منتخب زامبيا. شوف غيناس كيف ضيع أمام الحارس مويني. شوف هذه اللقطة سعود، شوف كيف ضيع. كامل إمكانياته البدنية لأنه دخل منذ قليل فقط لاعب أول سيتي الإنجليزي. السيتي كريم زيان يتمكن من هذه الكرة، يمرر بطريقة جيدة لمطمور، مطمور يتمكن من هذه المراوغة، مطمور يبحث عن التوغل، مطمور لكن ما يتمكنش هذه. كريم زياني نعم، كريم زياني يبحث عن من فيه على الجهة اليمنى، يحاول المراوغة والتوغل داخل منطقة عمليات مليحة من كريم زياني. زامبيا حذاري من هذه الكرة. مجيد بوقرة يغطي، ممتاز 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 ممتاز. مجيد بوقرة، مجيد بوقرة ممتاز في هذه الكرة. المنتخب الجزائري ممتاز، الجمهور الجزائري ممتاز. نتمنى فقط أن تستمر الأمور على حالها لأن الطريق إلى المونديال صارت قريبة وقريبة جدا. أبواب المونديال مفتوحة يا مسعود أمام المنتخب الجزائري، ونحن على خطوة قريبة جدا إلى مونديال جنوب أفريقيا. نشوف الكرة العالية فعلا يرشحها، والحكم السيد سيتان يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمقابلة بتفوق المنتخب الوطني الجزائري. هنيئا للمنتخب الوطني الجزائري يا مسعود على هذا. قريبة وقريبة وقريبة جدا، خطوات قليلة والجزائر ستجد نفسها بإذن الله في مونديال إفريقيا 2010 بجنوب أفريقيا. شكرا لعناصر المنتخب الوطني، شكرا للجمهور، شكرا للشيخ صايم وكل الذين ساهموا في هذا الانتصار. نعم توفيق مساعد المدرب جنول، فوز رائع لكن صعب. والله المقابلة احنا كنا عارفين بلي حتكون صعبة كثير، لأن المقابلة جاءت في شهر رمضان معظم. فريق الخصم شوف كانت لياقة بدنية جيدة، والمقابلة كانت مقابلة تاع أعصاب. الحمد لله في الشوط الثاني عرفنا كيفاش نحضروا اللاعبين من الناحية النفسية والفيزيائية، وربي يوفقنا والحمد لله، ونهدي الفوز لكل الشعب الجزائري. هذا أفضل إهداء للشعب الجزائري والانتصار، انتصار الجزائر في هذا المحفل، في هذه المنافسة. تفضل تفضل توفيق. سير بسعدان قالها بصريح العبارة حفيظ شايب مسعود، يعني خطوة كبيرة نحو المونديال، فوز جميل وجميل جدا في هذه الليلة المباراة. مبروك إذا للجزائر على هذه النتيجة، ومبروك للجزائر التي صارت قريبة وقريبة من المونديال. خلينا نعيش يا مسعود هذه اللحظات. إذا صور جميلة ورائعة جدا، الجمهور الجزائري كان ينتظر مثل هذه الصور، اللاعبين الجزائريين كانوا في المستوى، وفاوا بوعدهم وقدموا الشيء اللي كان ينتظره الجمهور الجزائري في شهر كريم في سهرة رمضانية بهدف رائع ورائع جدا بطريقة يعني عن طريق التمريرة وحتى الاستقبال والتسجيل. إذا الجزائر نقدر نقول قدمت، أو اللاعبين الجزائريين قدموا أغلى هدية ممكن أن تقدم للشعب الجزائري، لمناصر أوفياء، لجمهور عريض وعريض جدا في مثل هذا الشهر الكريم، في مثل هذه السهرة الرمضانية وفي هذا الملعب الجميل. لجمهور كذلك كان كريما بينه.